أطول بطولة في العالم البطولة الجزائرية، والتي انطلقت شهر أوت السنة الماضية لتنتهي شهر جويليا 2023، أي لمدة 11 شهرا كاملا تخللتها توقفات دامت لأسابيع وأحيانا تعدت الشهر ونصف. فبعد مرور 10 أشهر عن بدايتها، ها نحن نصل الجولة 26 بمعدل 5 جولات فقط كل شهرين، بلقاء واحد لكل فريق كل 12 يوما. تأجيلات بالجملة شهدها الموسم الكروي الحالي، إن جر عنه تمديد للبطولة الوطنية لغاية منتصف شهر جويليا، في حدث بات مألوفا في الجزائر في السنوات الأخيرة. تأخير نهاية الموسم جعل الأندية تندد وبشدة ضد الرابطة والأطراف المسيرة، فبعد 20 يوما من الراحة ستجد هذه الأندية نفسها مطالبة بخوض 5 جولات كاملة في ظرف 15 يوما فقط، وفي ظروف مناخية صعبة جدا، مع ارتفاع درجة الحرارة وبداية موجة الحر مع غياب تام للإنارة في معظم ملاعب الوطن، مما يجعل اللعب في السهرة مستحيلا، كون الجولات الأخيرة مبرمجة في توقيت واحد. برمجة كارثية في بطولة لا ترقى للمستوى المطلوب، وغياب تام للمنافسة على المقاعد الإفريقية، مع تقارب في النقاط بين نصف الفرق وجميعها مهدد بالسقوط. فمن يتحمل مسؤولية هذه المهازل؟